تعد منظومة S-500 الروسية من أحدث أنظمة الدفاع الجوي أرض-جو، وهو نظام اعتراض متنوع بعيد المدى وعالي الارتفاع، مع قدرة دفاعية متزايدة ضد الصواريخ والتهديدات الجوية، حيث تبلغ منطقة الإصابة والتدمير لدى هذه المنظومة نحو 600 كيلومتر. ونقلا عن وكالة تاس، فإن تطويرها يمكن من تدمير الأقمار الصناعية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في المدار الفضائي المنخفض. ووفقا لتقارير إعلامية، فقد أكد الخبراء في الشأن العسكري أن الجزائر ستكون أول دولة عربية ستحصل على هذه المنظومة، الأمر الذي أكده الخبير العسكري اللبناني وليد الحلبي في حديث له في موقع دفاع العرب في وقت سابق، والذي أكد أن الجزائر الآن أصبحت قادرة على تسيير منظومة صواريخها بشكل مستقل عن روسيا، وذلك بعد أن حصلت على مجموعة الصيانة الكاملة الخاصة بمنظومتي S-400 و S-300. ونشرت بالأمس مجلة ميليتري واتش خبرا تطرقت فيه إلى ما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التفوق الروسي في إنتاج صواريخ الدفاع الجوي مقارنة بباقي دول العالم، أن الجزائر ستكون أول دولة ستحصل على منظومة S-500 رفقة الهند وكازاخستان